السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني قوي. النهاردة بقى هعمل معاكم بليلة باللبن تحفة جدا هتعجبكم خالص، بمكونات موجودة في كل بيت، واقتصادية جدا وحاجة كده تنفعنا في الجو الشتا اللي احنا فيه ده والسقعة. مش هينفع معانا غير كوباية بليلة باللبن. يا سلام عليها هتدفينا وتعمل معانا الواجب وزيادة بصراحة. عندي كده المقادير. آآ ربع كيلو من البليلة، بس الأول ما تنسيش تدعميني بلايك وشير وتفعلي الجرس لو أول مرة تشوفيني عشان يوصلِك كل جديد. عندي كده ربع كيلو من البليلة، حبوب البليلة بالشكل ده. أنا كان جبت كمية يعني جبت كيلو وقسمتها وخدت ربع، وهاعمله معاكم حسب الأفراد العيلة اللي عندكم. عايزة تعملي نُص تعملي كيلو براحتك، أنا عملت ربع كيلو. غسلتها كويس جدًا ونقيتها وخليتها نضيفة جدًا وحطيت عليها مَيّة في علبة محكمة الغلق، وهاقفلها كويس جدًا وهاسيبها لحد تاني يوم. هاسيبها ليلة، يعني لو هاعملها الصبح تاني يوم أكون ناقعاها قبلها من بالليل يكون أفضل، عشان ما تاخدش معاكِ سِوَى كتير على البوتاجاز. تمام. كده بيكون ده شكلها تاني يوم نفشت معايا، بصوا نفشت معايا كويس. وهاصفي المية اللي فيها دي واغير لها المية واغسلها تاني. كده غسلتها وعندي كده كزرولة او حلة او اي حاجة ايا كان اللي هتعملي فيه. هاحط فيها كده البليلة بعد ما غسلتها تاني، واحط لها مَيّة نضيفة تاني بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده هاخدها واحطها على البوتاجاز، وهاولع عليها البوتاجاز كده وهاسيبها تغلي. بصوا شايفين نفشت معايا ازاي لما نقعتها قبلها بليلة. بصوا هغطيها كده نص تغطية. لو هتستخدميها في نفس اليوم او بعدها بساعتين او ب3 ساعات هتاخد معاكي وقت شوية في السوا، لكن عشان نقعها من بالليل ما خدتش معايا وقت خالص. هاشيل اي ريم. وبعد كده عندي كده سكر حسب التحلية، وعندي نص كيلو من اللبن، وعندي 3 معالق من اللبن البودر. لو متوفر عندك لبن بودر حطي، مش متوفر ما تحطيش. كده هحط اللبن. تمام. وبعد كده هحط اللبن البودر واقلب كده. وبعد كده هروح نازلة بالسكر، انا كده نزلت بالسكر وسبت شوية. لو حبيت احط تاني سكر هحط تاني. اقلب كده الاول لحد ما السكر يدوب تماما. حطيت كده شوية السكر الباقيين، حسيت كمان انها محتاجة شوية سكر. بصوا وده بيكون شكلها معايا. بصوا سريعة جدا وبالظبط اخدت ربع ساعة مش اكتر من كده. كده بقت التحلية بتاعتها تمام وزي الفل، مش محتاجة اي حاجة. كده طفيت عليها بالشكل ده. والريحة يا جماعة كانت مش طبيعية. حطيت كده عليها حتة سمنة بلدي. الخطوة دي عايزة تعمليها تعمليها، مش عايزة تعمليها ما تعمليهاش خالص. لو عايزة يعني تحطي في الكوبايات على قد اللي عايز تحطي وتسيبيها كده من غير سمنة مفيش اي مشكلة. وده بيكون شكلها. عايزة اقول لكم بجد يا جماعة الريحة كانت تحفة جدا جدا. والله هتعجبكم جدا وعلى ضمانتي. والريحة كانت فظيعة. بس ما تنسيش تدعميني بلايك وشير لي الفيديو لو عجبك الفيديو، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. كانت معاك سندريلا في المطبخ. باي باي.